امشي بالمبدأ ده وهتدعي لي. الحاجة الوحيدة اللي تصبرك على دقات النقص وقلة التقدير ونكران الجميل والمعروف هي إنك تعمل العمل لوجه الله سبحانه وتعالى. وما تنساش لما سيدنا عمر بن الخطاب خاف الناس تفتكر إن سيدنا خالد بن الوليد هو السبب في الانتصارات المتكررة في المعارك فعزلوا عن قيادة الجيش. ساعتها سيدنا خالد بن الوليد ما تهزش، ولكن قال: أنا بحارب لوجه الله، ما بحاربش لعمر بن الخطاب. انت كمان بتحارب بأصلك وتربيتك، والناس على كف عفريت ممكن في لحظة تتغير وتتحول عليك، فخليها عندك مبدأ: أنا عملت للكريم اللي ما بينساش، صاحب العوض اللي دايما موجود. هستجدع وهبقى شهم لآخر لحظة وهعمل بأصلي، والرد لو جه منكم فكتر ألف خيركم وعلى راسي من فوق، ولو جه من ربنا سبحانه وتعالى فما فيش أجمل من كده عوض. النظرة، الطبطبة، الحضن، الإخلاص والعشرة بالمعروف، اوعى تندم عليهم. وإن كان الناس ما بيقدروش فانت نيتك كانت لرب الناس، وعلى نياتكم ترزقون. وربنا بيوزن الأمور كويس قوي وبيقدر. وما تنساش دايما: وما عند الله خير وأبقى. السلام عليكم.